جماعه جبت لكم فيديو جامد وحشتونا بجد. اهم حاجه في الاول كده زيكم احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناه يوميات عبد الحميد ولا مسؤول. النهارده جايب لكم فيديو جامد. النهارده ولادي زهقوا من الحر وقعدة البيت، فعملت لهم خروجه حلوه النهارده، وقلنا نيجي مكان معروف ومشهور هنا في بنها اسمه واحد عطله. ماشي، المكان ده جميل فيه كل حاجه حلوه، يعتبر كافيه زي مطعم، في فقرات حلوه برضو زي الشو وحاجات زي كده. فقلت اخد الاولاد واعمل لهم مفاجاه، وجينا هنا على واحد عطله. المكان ده جميل، يعتبر في اول بنها عند مفارق الزقازيق ودخلت كوبري بنها كورنيش. المكان ده جميل قوي، هوريكم عامل ازاي اهو زي كده. اسمه واحد عطله، جميل اول المكان ده كده. هم الاولاد هم الاولاد فرحانين هنا اهم. بص عاملين اهم. وقصاده برضو قرية اسمها قصر الروضة برضو هنا جميل اهو برضو. ماشي، واحد عطلة. المكان ده جميل اوي في بنها، منه مطعم وفي قصاده برضو زي قرية قصر الروضة، حلو اوي. المكان هنا في بنها هادي ونظيفة حلوة. وهنخش جوه برضه اوريكم الدنيا عاملة ازاي. مالك بيلعب زهقان الحر. العيال كانت زهقانة بجد في البيت من الحر والقرف. هو بيلعب في الملاهي، الأولاد بيلعبوا ملاهي حلوة هنا اهي. بالراحة خفت صح. في غزال كمان هنا ووز حرائي. مكان جميل اوي واحد عطلة دي. دلوقتي بقى مالك بيلعب اهو على بتاع الملاهي. معلش انا بتكلم بصوت دلوقتي عشان كان في اغاني وممنوع اصلا الاغاني على اليوتيوب، عشان كده انا قطعت الصوت عشان في موسيقى رقص وحاجات. لكن المكان فوق التحفه. الصوت بقى كده انا قطعته عشان بس الموسيقى. لكن المكان فيه شويه بروجرام حلو قوي، يعني شو عرايس رقص كل حاجة، وكل الخدمات متاحة فيه. يعني مكان جميل تهرب منه فيه من الحر وزهق البيت والكلام ده كله. حتى الأولاد والله أنا قلت أخرجهم ويلعبوا ويفرحوا، حتى خرجناهم ومشيناهم. ومكان جميل، وادي أم حسام بتسلم عليكم. ماشي، فيعني مكان فوق الروعة، جميل قوي. حتى مرجانة كمان بتسلم عليكم اهي. المكان ده يا جماعة احنا جبناه لقطة، مكان خدمات فيه كمان، فيه اكل ومشروبات، وحتى العرايس الشو بيرقصوا مع الاولاد يعني زي ما انت عايز، وتصور فيه كمان مناظر جوه طبيعية حلوة. هنا السونيك مع الشو الأراجوز وطمطم بيرقصوا الأولاد. يعني مكان مش عارف اقول اوصف اكتر من كده تاني، جميل بمعنى الجمال يعني. والمكان ده كمان يعني حلو على الطريق، يعني مش صعب ولا يعني توصله في ثانية. يعني هو في طريق عند طريق بنها عند مفارق الزقازيق كده، دخلت كوبري بنها في كوبري. اسأل عن واحد عطلة. يعني المكان ده جميل، وفيه الأولاد بيلعبوا مع العرايس، وكمان في ملاهي جوه وشو جامد كمان. وكمان بيشغلوكوا الأغاني اللي انت عايزينها، فعشان كده بس أنا قاطع الأغاني عشان ممنوع. والأولاد فرحانين اهم، بيقولوا لكم اعملوا اللايك. ويعني الحمد لله احنا خرجناهم، العيال كانوا زهقانين أصلا من الحر وزهق البيت. طبعا بقى انت عارف بقى لما الدنيا ما بتحرر في البيت الكلام ده كله. لا، مكان فيه طراوة وشغال فيه مراوح، وكمان فيه شاشة عرض.
واللي اهم من ده كله ان المكان ده سعره اصلا رخيص، يعني فيه الاكل باسعار رخيصة ومشروبات، وكمان يعني بيحط لك نسبة بسيطة على الحساب. هم جانا وادم فرحانين، وكانت قعدة جميلة والحمد لله يعني، وقضينا يوم جميل هناك. ام حسام بتقول لك انا فرحانه بالخروجه الجامده ديت، وادي كالوشة. يعني بص كله كان فرحان اصلا بالمكان الجميل ده، الكبير قبل الصغير، وكان يعني ليله حلوه قضيناها. وادي كمان نزل كمان الشو الرقص البلدي على المزمار، يعني بجد كل شويه بينزل لك يعني شو جميل، اذا كان شو من شو العرايس او شو الاراجوز، او نزلها شو بوحة. ودلوقتي اخر حاجة كان بينزلها بقى الشو اللي هو الصعيدي ده على المزمار، كان يعني والاولاد كانوا بيرقصوا معاه فرحانين. والتصوير حلو هناك كمان، بتعمل التصوير اللي انت عايزه مع الشو والعرايس وكل حاجة. بجد ليلة يعني كانت جميلة بمعنى الكلام، يعني تفرحوا وكل حاجة حلوة، وقعدة كانت جميلة. وكمان يعني كل اللي نفسكوا فيه كنتوا بتعملوه في الحفلة ديت، والحمد لله يعني طلبنا كل اللي احنا عايزينه من مشاريب او اكل او كل حاجة. وكانت قعدة اسرية حلوة. وكمان الشو المزمار ده حلو اوي، كان بيرقص مع الاولاد واللي عايز يتصور معاهم. وكان في اسر كتيرة كمان قاعدة، يعني المكان ده معروف ومشهور في بنها، يعني اول ما تنزل بنها اسأل عن واحد عطلة مليون من يدلك عليه يعني. ويعني مكان اصلا ده للناس اللي عايز تهرب من حر البيت والاريافة والخنقة بتاعت البيت. فمكان جميل ومبتصرفش فيه كتير، ومن ناحية تانية الاولاد بيفرحوا فيه وبيهيصوا، ومنها برضو الاولاد قعدوا يلعبوا حوالينا وراحوا الملاهي هناك، ودخلوا عند زي جنينة حيوانات صغيرة كده على قد كده، كان فيها غزلان ووز عراقي وطاووس، يعني حاجة حلوة يعني هناك. فإن شاء الله برضو هنجيب لكم مكان برضو جديد حلو تاني، تروحوه برضو خروجات ينفع لكل حاجة حلوة. ولو أهم حاجة اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس لو عجبكم الفيديو إن شاء الله، ومع السلامة.